السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا جدا، وان شاء الله تستفادوا منه كتير قوي. الفيديو النهارده برعاية حد يعني بصوا عسل قوي، ربنا يكرمها ويبارك في عمرها يا رب. ام حسين النهارده معايا. ام حسين كانت عامله المشروع اللي قدامكم ده، وما شاء الله بعت النهارده. حسين كانت عامله مشروع الفراخ الفيومي، وجت خدت مني الفراخ الفيومي، وحظها كانت عايزه فراخ للبيض فخدتهم وطلعوا كلهم فرز ديوك عندها. ام حسين بقى يا جماعه الخير كده كانت زعلانه مني في البدايه كده، كلمتني وقالت لي يا مدام هبه، ام حسين عندنا هنا في الزقازيق، كلمتني وقالت لي يا مدام هبه انا نفسي في فراخ فيومي وعايزه فراخ بالبيض للبيض كمان. قلت لها طيب الفراخ الفيومي او الرز اللي هتاخديها النهارده ممكن تاخدي الديوك منها تبقى لحم والبرابر للبيض. قالت لي طيب ما يجراش حاجه، انا عايزه حاجه تديني بس وزن حلو كده عشان ولادي ما بياكلوش الفراخ البيضه، وبذبح لهم الفراخ البدري ما بقاش فيها لحم خالص. قلت لها تاخدي الفراخ دي وهتضايق. خدت الفراخ وزعلت مني. طب ايه يا محسن فيه؟ قالت لي يا مدام هبه الفراخ طلعت كلها ديوك، الفراخ الرز طلعت كلها ديوك. قلت لها معقوله؟ يبقى انت خدتي من الفراخ اللي على فرز الديوك، انا كنت عايزه اديكي على وشه. عموما فرز الديوك اغلى من الفراخ اللي على وشه. قالت لي بس انا كنت عايزاهم عشان اخلي حاجه للبيض. ال100 فرخ اللي خدتهم منك ما طلعش فيهم غير 8 برابر بس. طيب ما تزعليش يا محسن، دول هيعوضوكي خير، هيدوكي ان شاء الله باذن الله خير كتير. قالت لي معقوله؟ طب انا هاخد ايه انا كنت هاخد شويه يعني اخلي الباقي اخلي للبيض واذبح الباقي لاولادي وكده. قلت لها هتبيعيهم وانا هبعت لك حد من عندي ياخدهم، لو مش عندك حد تبيعيهم ليه. قالت لي طب انا الفراخ عندي كده وصلت ما شاء الله، يعني لسه مكلماني من 5 6 ايام كده، قالت لي الفراخ وصلت شهرين. لكن الديوك يا مدام هبه حاجه كده فوق الوهم، اول مره نشوف ديوك بالمنظر الجميل ده. الديك ما شاء الله كبير كده وعالي وحاجه تفتح النفس، وشكلهم جميل قوي. كانوا جميزه ورز زي اللي قدامكم دول بالظبط. طبعا دول لسه ما ظهروش عشان لسه عمر 23 يوم، لكن بعد الشهر العرف هيظهر اكتر وهتشوفوا منظرهم احلى من كده بكتير قوي. كلمتني قالت لي الفراخ وزنها اللهم بارك 2.2 الديك. قلت لها طب يا حبيبه قلبي ربنا يبارك لك فيهم، بيعي منهم، بيعي الوزن السعر حلو قوي ما شاء الله ورافع وحلو جدا. قالت شكلهم جميل ومش حابين ان احنا نستغنى عنهم. قلت لها لا، طالما وصلوا الوزن اللي احنا عايزينه توكلي على الله، بيعي على عمر الشهرين وهاتيلك دورة تانية ربنا يرزقك منها خير ان شاء الله. راحت باعت امبارح ما شاء الله ربنا رضاها من وسع. حتى والله ما يعني انا قلت لها لو انت مش عندك حد يشتريهم هبعت لك ناس بتوع منظفه بياخدوا مني شغل، هياخدوهم منك الاثنين، هياخدوهم هيقسموهم على بعض كل واحد هياخد 50. قالت لي لا انا هخلي لي 10 للبيت وهبيع 90. فاللي خد 5 واللي خد 10 عفوا ويفرقوا على بعض، وما شاء الله اللهم بارك خدوا منها 90 كتكوت. حسين قالت انا بعت الكيلو على 110 وخليت 10 لينا للبيت ما شاء الله. اكبر حاجه الديك معدي ال2 كيلو و2 كيلو وربع وحاجه كده زي الورد يا مدام هبه. بالله عليك اللي تشجعي الناس وتقولي قصتي زي ما بتقولي قصه غيري، والله العظيم انا ما كنتش هقول حاجه. هي قالت لي ما شاء الله ان هي بعت امبارح وربنا رزقها وكرمها. لقيتها النهارده بتتصل عليا الصبح وانا ببيع في الكتاكيت الصبح، وقالت لي يا مدام هبه اعملي حسابي في الكتاكيت. قلت لها طب ما تطهري المكان وتظبطيه. قالت مفرخي كانت زي الفل ما فيهاش حاجه، هحضنها عندي في البوكسه وهرش مرشه كلور كده، وشلنا التبن امبارح بعد ما بعنا والدنيا هتبقى تمام. قلت لها يا رب يرزقك خير يا حبيبه قلبي. طيب مدام هبه ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضلي. قالت قولي على اللي ربنا رزقني منه عشان الناس اللي بتخاف تشتغل، الناس اللي بتخاف تجيب حاجه جديده وتجربها. انا كنت زعلانه وخايفه وربنا رزقني وعوضني خير قوي، وده الحمد لله فضل من ربنا ثم منك، لانك انت قلتي هتفرحي بيهم وانا فرحت بيهم. قالت ربنا رزقني من ال100 فرخ ب4000 جنيه. والله ده من لسانها، وهي اللي قالت لي ان انا اقول لكم النهارده 4000 جنيه. حتى انا قلت لها يا ستي ده رزق من ربنا، انا هقول لهم القصه والحكايه من يوم ما خدت الكتاكيت، وانت بقى ايه مش هقول انت كسبتي. قالت لا ده انت لازم تعرفيهم
عشان ما يفكروش ان هي حاجه قليله. انا خدت منهم 4000 مكسب بعد مصاريفي عليهم، وخدت 10 فرخات كمان غير ال 4000. اللهم بارك، ربنا يبارك لها. قالت لي يا مدام هبه انا بعت الكيلو ب 120 جنيه. هو كان تقريبا كده التاجر كان هياخد منها ب 110. قالت انا بعت الكيلو ب 120 جنيه عشان الفراخ دي تستاهل ان هي تتباع غاليه، طعمها سكر كده ولحمها جميل، واول مره ناكل فراخ بالجمال ده. ده احنا مش هناكل البلدي تاني، ده طلع الفيومي او الرز ده لحمته عسل كده. ربنا يرزقك ويبارك لك في حاجتك، ويبارك لك في رزقك، ويبارك لك في اولادك، اللهم امين يا رب. ربنا يرزقك كمان وكمان، ويديكي رزق اولادك، اللهم امين، ويفرحك يا رب، ويفرح كل حد يتعب ويشقى على اكل عيشه. قالت لي يا مدام هبه انا ما تعبتش فيهم كتير، ما نضفتش زي ما انت قلتي كده، ما تنضفيش تحتيهم، وما شاء الله اللهم بارك لقيت ربنا رزقني بيهم، ربنا رزقني عوضني منهم خير، الحمد لله. الحمد لله طبعا. ام حسين قالت لي اعرفكم بس واقول لكم كده القصه بتاعتها، وادعوا لها بقى في الدوره الجديده لانها اخذت فراخ النهارده، يعني دوره جديده، ربنا يكرمها ويرزقها فيهم يا رب، اللهم امين. خدت، قالت مليت بيتي خير ما شاء الله، وكمان ربنا عوضني خير ومليت، خدت ال10 فرخات بتوعنا اللي هيكفوني فتره كويسه، وربنا رزقني فيهم ب 4000. هجيب بهم علف وهجيب بهم كتكوت، وهاخد المبلغ اللي انا كنت شغاله فيه من الاول خالص هروح اشيله بقى مكان ما انا كنت شايلاه. قلت لها يا ستي توكلي على الله، يبقى انت كده بتشتغلي من المكسب، فان شاء الله ربنا يكرمك فيهم خير ويعوضك خير، اللهم امين يا رب. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو اشكروا ام حسين، هتشوفوا كومنتاتكم كلها ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.